هذا السفر النفيس الذي يعالج علما جليل القدر عظيم الشرف، علم مصطلح الحديث، تحت عنوان التبصرة والتذكرة للإمام الحافظ العراقي. ذيو الكتاب إسعنا زل ذم قرآن أخطر إفكار ثموسني ذي ثالة ثيس سناث ذي شرعيث بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيث مثلا سلام ربي في اللون كوني جعل ربي ذا ذرومي بعد في اللون الهموم كوني فكر ربي السر اللي سر يرليون ثلاثة سر ساقت سيمي لي في 12 ذي الدروس مصطلح الحديث، شرح كتاب أو متن التبصرة والتذكرة للإمام الحافظ العراقي إجموثن ذوك سقواس 806 للهجرة. ساقين بضر من قرن عنوان العنعنة فكي ثمثال إغرفالا استخداما المحدثون ذي الحديث ذوك في معالجة مسائل الحديث أطاسي غرفال استخدامنا لكن كنت نيغ ذي ثمريلين عدان الساقي النهضر سي البيت 136 وما بعده، البيت 136 في هذا النظم، يعني في هذا المتن البداية العنعنة قبل مادام تساقي الحلقة ثمزور ذي الموسم هذا السميثار كان الإخوة الجميع المتابعين لهذه الحلقات باللي كتاب التبصرة والتذكرة للحافظ زين الدين أبي الفضل يتوسنن الحافظ العراقي ما كدنا غيموثن دوك سكواس 806 يرتشيوين ماد نبذر تاريخ الوفاة من الميموت ثقي مهمة جدا ذكيون بحريش تمسني اسميس علم طبقات الرجال، طبقات الرجال خاطر كل زمان سيرقازنيس كل زمان سوكادي تسيديرن ذي الزمان العلم ذي المنهجية إنك لا قنزر التاريخ الوقت ذي يموت ورقازاكي باش انظر اين تريكا يديجا ذي الوقت لذلك كتب الطبقات تفض مقارن طبقات القضاة، طبقات القضاة للجوج القضاة مادي نظل شريح القاضي، مادي نظل القاضي عبد الوهاب البغدادي اتصل القضاة، مادي نظل طبقات المحدثين، طبقات الفقهاء خاطر ثم هضرت في الإمام مالك الإمام الشافعي وكذا هل مطالبون باش تسقردش تمثال تسيدي راسا محال. واستفضل مثلا ذي كتاب المسند الإمام أحمد الكتاب حتى الشروح، يعني شروح العلماء من الزمان عن هذه الكتب مرد فكن الأمثلة أنت تفكن سي زمانني أين تسيديرن لو كذا هضرن ديال الاقتصاد دي ذمسة أتفضل هضرن بزاف المقايضة، أي غير المقايضة سلعة بسلعة ذي الوقت مثل ذريب تخص سلعة بسلعة وقي ساعة الزيت ولا ساعة تمر خدمة تجارة اسمها المقايضة. معنى الساقي لو كان في تمثال ذي ذمسة ذي التجارة أصفت تمثلين فين يعني الشركات المعاصرة نكوث ولا لامبورتي خدم السن التجارة أكيد يتلاقوا مقارن لا صار أورل شركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المساهمة، شركة التضامن، صافي المصطلحات تجديدين ذي زمانك ونتراجو يرى
سكوي قاد نزيك هذا هضر في المسالك خاطر تيجي تجديدين السناره ذي المجال الطبي وهضرنا في لاكارت جينيتيك في لا دي ان في المسالك تيجي اختراع جديد، اختراع طبي بيولوجي جديد، يعني تسمو سني جديد يغير الصوض ثمو سنين ديال لا ميديسين ديال لا بيولوجي صوضا الزرن تاقيو مقان لا دي ان الكلوناج الاستنساخ في مسألة تجديدين ثاقي مسألة مهمة منهجية خاطر ونتراجع تيكوال أماكن تسلم وتسلم كغير زدات ونسل أنه حتى الأمثلة تساوي الأمثلة ينسفل الوقت نسن سمحتي مني غد أرقازاكي يموت في 806 ثاقي أي واحد هيد نفذر أدنيني من المي يموت سي العلماء مقرانا صافي صاحب الكتاب النظم اللي هو الحافظ العراقي يموت بسكوال سنة 806 للهجرة. نناد بلي كتاب ثاقي من باب التذكير ذا شو نواينس نواة هذا النظم نواته الساسينس المصدر ينسى مزوارو ذا الكتاب اسميس مقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح هاكي سكي مسنون قرانا ذوين يعنان الحديث ذوين يعنان مصطلح الحديث يسعى كتاب معروف نسكي اسميس معرفة أنواع علم الحديث وهذا هو العنوان، ولكن اشتهر الشهرينس بمقدمة ابن الصلاح ذنساتي ذي النواة الأولى لكتاب نغلي نظم التبصرة والتذكار الحافظ العراقي. لذلك لا شك خدم نساء يعني ابن الصلاح ابن الصلاح خلاص يخدم الخدماس صاحب كتاب أدب المفتي والمستفتي شرح الورقات إمام الحرمين في أصول الفقه أي غير الدنيا أولاقي باش نزر بلي ابن الصلاح يسعى مسلمين تقولين يعني نحري شاقين علم الأصول يخدم ذي مجال الفتوى والفقه إيجاد كتاب اسميس أدب المفتي والمستفتي يسعى كذلك شرح الورقات هاكي ذيون كتاب ذي الأصول إجاثيد فافيس يعني نويذ فافيس الإمام الجويني ويسمى كذلك بإمام الحرمين أبي المعالي إمام الحرمين الجويني سعى الألقاب ذي زيه إجاث في الأصول اسمس الورقات وتي شرحا الشرح المفصل ذوا اللي هو ابن الصلاح باش كديني باللي ذي الحديث يسعى زاليس ذي الفقه يسعى غزاليس ذي علم الأصول يسعى أمكانيس. الإمام النووي في السيعفو ربي يموت ذا ذي 676 للهجرة ذي 676 خاطر ابن الصلاح من يموت ذي 643 للهجرة ولذ كان الحافظ العراقي من يموت ذي 806 أثناء طبقات تسبانت بعدين ابن الصلاح يموت سكواس 643 للهجرة. الإمام النووي يموت سكواس 676 للهجرة. ذا شو دينا في كتاب ابن الصلاح المقدمة إن هذا هو كتاب كثير الفوائد عظيم العوائد سيني مسلايين الخص داك والقيمة الكتابك ثورة نروح الحافظ العراقي باختصار. الحافظ العراقي وقي نناد ذيون ذا مسنو ذا مقران في علم الحديث وأوتي البلاغة والبيان معناه ذوين إذا حدث بوال ذي تعرف. لذلك من قراء الشعر يقار لأنه الشعر كما يقول عمر بن الخطاب هو ديوان العرب الشعر أصغر التاريخ العرب من خلال الشعر. لذلك واقي ذيون حدث بوال يستخدم ثم سنيس ذي اللغة العربية يخدم النظم يبيد أحكام
مصطلح الحديث مفصلة نغد يفنى ثمسنيس في الكتاب مقدمة ابن الصلاح ذي وين إسعان تموسين ثم قرنت قوين يعنان أما كدنيغ ذي اللغة العربية ذي الصياغة في النظم تولى التدريس إلى ذي الشيخ يعني صاراي ذي المدارس دي مصر كذلك ذي دار الحديث ذي جامع ابن طولون تولى القضاء اسم يروح المدينة المنورة يغرض القاضي يعني مارس القضاء. ممكن الحافظ العراقي أفيدنا في مصطلح الحديث ذي الطبقات نسن طبقة المحدثين، أما كنا في دناف ذي طبقات القضاة له وجود في مجال الحديث وله وجود آخر في مجال القضاء. تولى الخطابة يعني خطيب مفوه، تولى الإمامة ذي المدينة المنورة سوقاد يعني إلا ذي المدينة المنورة. في كذلك أمور خفيفة فقط يعني ذا سمكتي كان ثورة نغال الميزان مزوار وياك الحديث الصحيح ذنسي لا بروميير ريفيرونس المرجع أمزوارو الحديث الصحيح يخاكو نسمكتي غايث مثلا ومياك دوسان المصطلحات نخدمت الحلقة عدان الحديث المرسل، الحديث المنقطع، الحديث المعضل، الحديث الموقوف، يكفي كذاكي في كذاكي أوصاف وأحكام تبين درجة الحديث. في كذاكي دين إدنا المحدثون في الأحاديث أشين الحديث هاكي صحيح وقي حسن وقي ضعيف وقي مرسل وقي شاذ وقي معضل وقي منقطع يكل مصطلحات هاكي مصطلحات كثيرة الزريغة يثبت باللي الموديول هاكي المادة هاكي ثوار شويت أمعنى أما كنقارن ما لا يدرك كله لا يترك جله. يكفي كان نظر باللي اللان ويقاذ يتسحفيفيرن في السنة داير اللان وقاذ يخدمن التحقيق في خدمة ميراث السنة النبوية. يكفي هذا القدر. ولازم أنظر باللي ربي مدينا ذي القرآن إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ربي تكفل بحفظ القرآن محفوظ أتصغر سورة الفاتحة سورة البقرة ذاكي ذي ثم عمر سيدي علي موسى نغذي مكة المكرمة نغذي المدينة كيف القرآن قلان دا قلان ذي الدوني ثياكو ربي حرزيت يحفظيت. معنى ما تشي كان القرآن وحدس القرآن أكذ السنة ذي المحال أن السنة دي جانبي عليه الصلاة والسلام تضاع تيدت لانو قاعد يسكشمن أخرفة يا أخي فيك ولا ماكينين الحب يخلطين سكرفة يا خاكا ثيرشت أذيلي ديك وين ذا الزمور مثلا تفضل الزمور تفضل عقا تفضل يفراونا تفضل من بعد ذي عديد غربان الزيز ديالنا تنقين الصفين كيف معنى الزمور ني لا تسيدت لاني فراون يدوش من داخل إلا وغبار إلا وكال معناه إلا وزمور كيف ذي النعمة تمزي نغذير ذن إلى الحب أفور فني لا ولكن إلى الحب انتيدت باش كدينيغ باللي السنة تدخل في هذا الوعد الإلهي. معناه أكن ربي يتكفل بحفظ القرآن يحفظ السنة ينس كذلك في عمومها دون لونسومبل في عمومها. ذي التفاصيل لا ذي التفاصيل إلا أنت الأحاديث ربما اشتهرت سنة تمدن الأحاديث نيثنتي ماشي ذي الأحاديث ذينمي دوسان ثوري غرفالن ناكي أسغرفيلن الزيز ديا سنة النبي صلى الله عليه وسلم باش أدفقنن ذا شو السنة يصحان ذا شو ديك الشمن
ذي الحديث ذي السنة ماشي من السنة لأن ديون واس مرصل ذي ووالني اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. المعنى صحيح ولكن هذا ليس حديثا. حكمة خدمي الدنيثيك خدمي لاخرتك كما كانت تمتضى الزكا خدمي الدنيثيك كما كان وتمتضى ضراك ذي المعنى ذي الحكمة بلاد ما يخمم به لاخر تقرب هذه هكين اعوين نطاعان العباده بين الهان خاطر هذه يمث يسعى يوثن تذرث ماشي سناث وذا غير الدونيث باش العبد ريفع ذا في الدونيث الى قد يعمر هذه الزرع وهذه يفنو وهذه الزوه اماكن يتمتى ثراك واعمل لدنياك اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. ولكن وقيل ليس حديثا ولا لم يقذقي اطاس نبذرد بعض في حلقه من حلقاتنا السابقه بعض النماذج من الاحاديث التي اشتهرت على انها احاديث وليست كذلك. صافي لا ريفيرونس المرجع الاساس ادنو غالا لما ذا اسمك كان الحديث الصحيح يسعى 5 شروط وكذا غرفال ارقاق يقزيز ديا السنن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك الشرط الاول اتصال السند ما اتصل سنده بس مكتي باش ونغفل خاطر نسوغ دائما الغرس لفدا ما اتصل سنده اتصال السند مرسمكني عن فلان عن فلان عن فلان ولاش الانقطاع امرارني وريك الزماره سنسلاني وثيك الزماره اتصال السند ألم النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان الماني يبغى الغرس. الشرط والسين بنقل العدل الضابط بمعنى عن العدل الضابط إلى منتهاه معنى وكذاكي اللي راهم في السلسلة نتاع السند إلى قذيل ذوكاد يتوسنن العدالة ذوكاد يهدرن تيذت وميصح ووال أرنو ياس وقاد يسعان الضبط والضبط كي الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب نناد ضبط صدر للوقاد يسعان الشفايا يشفوا مارك ديعي وذوال أكني في السلا أكتي ديني ورسيت بالديلارة يشفى يتحقق يوزن وليس الخير أربح إلا ذاكي يرتشي وين أي الشعر في كل لغاته ثم استقبالي ثم استعرف ثم يتعاون في تمساتكي بالذات خاطر الشعر هيدا وذاك اللي قلنا وزمضا سبدلو غاس ينهدو مذانا ينهدو مذان أديض المثال مثلا الحاج سعيد يناد أديض مشي دينا ولا قارس تبدلض غاس دام ذانا مشيني في دينان أمعنا إلا قد حرز ذاك نقلا أتفضيوني قار إسفرايق سواطاس يحفظيثن سواطاس شوفوا يسكت الذاكرة ينس الحافظة ينس مالتي تكسل سياقي أسينطورا يلا هو غلغ الحديث أكتي دياوا كني أحكيني إلى قد عصغيماني وأكثر وتقرغر أول فنفين تهدي النار صلى الله عليه وسلم بس الأحاديث اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير إلى كان ذي ليكا ولا قال يفدل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى قذيلي أكا لا زواج لا نكاح إلا بولي وقرواه أكثر من 30 صحابي وبعض المحدثين ندوقي يرتقي إلى درجة الحديث المتواتر يعني المتواتر لفظا ماشي معنى لفظا الحديث إذننا رواه أكثر من 100 صحابي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
ولا يسكب في النبي صلى الله عليه وسلم يعمد والعياذ بالله كان يسر جهنم خاطر يغر ما يعمد يسكدف في النبي عليه الصلاة والسلام نتسا ما دير يناد النبي تشريع أكيد مثلا يلا الزكاة أشحال نصاب الزكاة إلا قد يضاك ندينا الفي ودقاس قروي ناس قروي خاطي أكن دينا الفي راه دينا أشحال يذهب أدينا 20 دينارا أكا راه دينار ودقاضر 85 غرام محال نسو دينار 5 ولا شي 3 غرام كي زمانيس ولا شي ولا لما موضوع الطبقات خاطر الطبقات طبقة من طبقات ساعة المصطلحات تنسان ساعة أمشي تسيدير إلى آخره إلا قد يضع 20 دينارا أم بعد مدى سني مسنون أدا في ليكيفالون ثورة نظر لكن 20 دينار كل دينار ذيك 4.25 4.25 من بعد 20 فوا مضروبة في 4.25 أدين 85 غرام خاطر تهضر دي وقال نتورا أنت تحدث الناس اللي عايشين في هذا الزمان والمقادير والمكاييل والموازين والمقاييس معروفة عندهم كي تقول له غرام يفهم كي تقول له كيلومتر يفهم لو كان تقول له 10 أميال وين يفهم الميل هذا ما يفهموش يفهم بالكيلومتر بالأمتار مفهوم فرمي من جي بي اس ما تخدمض أكيد شحال بعد 100 متر روح ضربة تناقش مع انتهى هذا هو الزمان أي غردني غاولاكي باش نزر باللي السنة كي تحفظ بعد اجتهاد العلماء فكان المشاورني مسنون ديال الميزان كي ندهف نانا كيما لا يون يعني دينار يسعى 4.25 من بعد السفغنت 85 غرام لو كان مسفهم أشحال الزكاة الذهب أدينار 25 غرام 85 غرام أنسيك دكا سياداكي الفضة ما كندنا إن ياك الفضة سي 200 درهم ذا الدرهم كي ولا شو تفهمن أشحال يكسوا الدرهم 2.975 غرام أمشي راه السفغتورة الدينار 200 مضروبة فوا في 2.975 نتيجة 595 غرام والله باش نمسفهم أكيد ثيمزينا كذ يرذم نغازمور أدي 5 أوسق ولا شكون اللي يفهم الأوسق مما تدنا الغورنا أسوال 6 قنطارا وكذا ذاكي إلا شفت الخير هذا مشطوح 6 قنطارا و53 كيلو هذا ذواكي الميزان مثلا 6 قنطارا و53 كيلو ذا زمور ذا الحب أين السفغ سفغي 13 إن شاء الله هذا سكواسا تيلي الصباح تيلي الهواء تيلي الوذفل تيلي الهنا هذه الخير إن شاء الله يلا صافي أتوزنض ذا الحب وتعشرض ذا الزيت صافي 6 قنطارا و53 كيلو ذواكي إذا 5 أوسق والله كم مخالفة هذا صافي العدل الضابط إلا وايضا الضبطاكي إلا قاس يكتب ما يورث هذا سيشف يورث حيث الثقة في الوثيقة ما إلا يورث والله هذه الشك شفيغ ورشفيغ لذلك ذي زيك يعني نظرا مخالف زيك كتورة زيك ولاش المثبطات ماشي بتورة ولا تكنولوجي تريسيتي الزهيري كاميونان وكذاكي أرزان الخلايا النغية مثلا لقنزل لي سيلول النغ كنت قارمين من الطباء وكذا وكذا يخدم الكحريشاكي قارن السفري ما نغ بلا من حصاها بلا معناه ندمر صحتنا بهذه التكنولوجيات ذي زيك طبيعية سي سامبل ولاش نفاتيد الجدود النغ أكد يحكوا الثورة أكد يحكوا ثيموشوها أكد يحكوا الأحداث أكديني ثيليسا أكديني ذاكي أزرو ياكي تفص أزرو ياكي
جي بي اس جوجل طبيعي ناتوريل يشفى، روح زاود الجين تورا في كاس كان سمانه والله هذا صارق انت ياك موتي ديش في ذا لو بلان كاداسترال كذا يا حصل كل شيء بيبري الله غالب ذا سي جهه نظري لا وين نسعي لها لا ننكر مثل رساله كان فقط باش ننظر ذي زيك مساله الضبط قويه، لذلك عند التفاضل إنه وضبط الصدر مقدم على ضبط الكتاب. إيه ولكن نيفو تيل موسع الكونفيونس ذي الذاكرة نسن، لكن ضبط الصدر مقدم وهو أفضل من ضبط الكتاب، خاطر ضبط الكتاب ما يروح الكتاب يروح كلش. لذلك وقي الشرط الثاني، الشرط الثاني طبعا مدني العدل الضابط، معنى لا يكون لا معللا ولا شاذا، والحديث الشاذ تدناوي ذي الحلقة القادمة شغيدي تدون الحديث المعلل يعني من غير شذوذ ولا علة. وبعدين ما نجمع داك ثقة ذاكي أدنى فلان 5 صافي. الشرط الأول الاتصال، اتصال السند. الشرط والسين العدالة في الرواة، عدالة الرواة. الشرط الثالث الضبط والحفظ يعني من الرواة. الشرط ويس 4 عدم الشذوذ، والشرط ويس 5 عدم الإعلال أو عدم وجود علة. ثورة آخر حاجة يغرد نبض ذي البيت 132 وما بعده الحديث المنقطع والمعضل. نناد ذا شو ذي الحديث المنقطع؟ إذا سقط راو واحد، يعني يون الراوي ولا شيث في السلسلة نتاع الإسناد، يون الراوي ولا شيث بدينا ولا شيث صار الانقطاع، معناه وقاس نسمي حديث منقطع. حديث منقطع خاطر لو كان لاقي كنا غادي يحكيون في الثورة أكيني مثلا فافا يحكاد في جدي يعني فافاس جدي أكذو مداكليس الفلاني ذا مداكل نعم يروش أدي يحكوا الحدث هاكي والله مش السلسلة الله يبارك مما تحكوا الشيني يكتيديرن ذي 2025 مباشرة يناد عم يروش يخدم كذا وكذا يناد كذا وكذا أنت فواليك يرثى الشيوين يزمر يصحى يزمر يصحى تفض كان ليفينمون الحدث نغ الواقعة ذايا ولكن تفضل النظام فهمي تسمح لي من في الشهداء يلها خطر ديال الموضوع يقصد غير في شغل قصده الشيخ محمد صالح الصديق يحفظ ربي مريض يحكوا كذا عم يروشي قلا إن ياك لا فاين برمي نوفمبر نتا يخدم الدرس المجاهدين نتا مازال تيدير مازال تعيشي إنايا يخدم غاسن المحاضرة اسم ساكن تافوذوشت أسيدي بابا الدرس إيوكا راه يبذون حارفين فرنسا ني غاسن النانيد الرواية بالسند العالي مازال العقليس يفهم ثمسات يرنك يحكوا ثما شاوتاكي 50 مرة كيف مالكيني جايد الساعة يقين عم يروش سوالير يجاز يناس معنى ثاكي بلغت أقصى درجة الصحة ذاين مي لو كان دياسي ولا ديروي الحديث هياكي أتي ديروي وريسلا لا غورس ولا غير وين يسلان خاطر تاكيد معنى اتصال السند ما ديون يضرا كذا وكذا اكيد وش دينان ذي الفلاني وش دينان ولاقي انا ما نبض غلا السوس انا نبض غير الصح. على كل حال ديون الشغل كل يوم دا شو الشغليس وكي ذي الخدماء المحدثين ما يغليون الراوي اكيد وكي حديث منقطع ميلا أكثر من واحد مشاليون ذينا أكين وقي حديث معضل في كذا كي شرحي ثنتيد ذي دروسني إعداد ثورة ساقي أنفذو مع البيت رقم 136 وما بعده تحت عنوان العنعنة ذاكي سمحتي ذاكي مسألة
أما كنقارن العلماء مسألة أسالت الكثير من الحبر بين أئمة الحديث. بعضهم حكى إجماعا مثل ابن عبد البر القرطبي كما ورد في البيت 137، وبعضهم حكى بذا إجماعا أكيد، وبعضهم حكى بذا إجماعا، أي حكى إجماعا على أن هذا الحديث يعمل به. المهم سأقول كلاما في الموضوع وبعدين نروح على البيت 139 يند معرفة الراوي بالأخذ عنه، وقيل كل ما أتانا منه. إلا وين دير فذم الحديث من المصدر الفلاني نيثيد. على بالكم مثلا لان خدام الحديث إلى كتاب الخطيب البغدادي اسمه الرحلة في طلب الحديث، يحكد في مشوها عجيبة التفضيون أذي السل باللي يونثن دي العراق نغثن دي مصر نغثن دي الشام يسنيون الحديث أذي روح أذينيه أذي سافر شحال ريلحو ماشي الطيارة ماشي الكار ماشي ماشينت أذي وضر غورس أديوي الحديث الني سي لا سورس سي المصدر وديوغال أديوغال باش كنزر بلي عثفن مليح ثورة الساقي الخذمان نياك تريكا نياك العثاف نياك يكشم ثورة ذي الانترنت أتشم ذاك ذي جوجل أتفقد الحديث عموما ماشي دائما أكيد يعون مليح أكيد الحديث أكي صحيح الإسناد ضعيف الإسناد لو كانت تقصد ما هي درجة الحديث أكيد هو حسن لذاته حسن لغيره حديث ضعيف حديث شاذ حديث منقطع أو مقطوع أو أكيد يفك صافي ثورة سي لا تكنولوجي واستثمرت في خدمة السنة. ولكن ماذا فعلت التكنولوجيا؟ جمعت ما خلفه خدام السنة خدام ميراث النبوة يأكل خدماني في الشم ديال التكنولوجيا كي والحمد لله ثورة ميسرة حتى في مجال البحث العلمي في مجال تخريج الأحاديث ذي زيكي وعار التفضل الفلاني يقيم 10 سنين 15 سنة باش يدي السفر كان الأحاديث مي ثورة خاطئ ثورة ممكن في 5 أيام 6 أيام يكفى كلش هذا. لذلك شرحا لهذه الأبيات الدين اختلف المحدثون في حكم الإسناد المعنعن أم بعد الصحيح يعني بعد التحقيق والتدقيق عند جماهير المحدثين من أئمة الحديث أولا قيسا غزالس يعني جماهير المحدثين من الأئمة يعني سوذ من نظن المختصون في الحديث اسم سن أئمة الحديث جماهيرهم يعني أغلبيتهم ذا شو دنا الناند واقي من قبيل الإسناد المتصل بشرطين أمشي صنفا سمحيي خاطر ما دينير الجماهير أما كان ديال الفقه دينير جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء معنى أغلبية الفقهاء ذي الأغلبية ونكوني منطقيا أدنيني ثيذت الصحة أتيلي مع الأكثرية خاطر من أهل الاختصاص ذي الاختصاص هاكي يسيف كان زال كلمة الجمهور جمهور الفقهاء. ولكن أحيانا بالك أضاف رأي آخر ماهوش من الجماهير ولكن هو الأصوب هو الأصح ربما في زمن من الأزمنة رايني ورجدان مي ثورة خاطئ ثورة ذنتك صحان خاطر يغر تغيرت مصالح الناس
تودرت بومذان يجمذان تتبدل من كل زمان سزمانيس. إذن كل ما ذكر عن هذه العنعنة والاختلافات الحديثية الواردة في الموضوع أدفك خلاصة يعني جماهير أئمة الحديث ندوغي الحديث المعنعن هو من قبيل الإسناد المتصل بشرطين. الشرط الأول شرط مزوارو سلامة الراوي بالعنعنة من التدليس. تدليس نسعاث أنا ظرف لاس ديال الحلقة يدي تدون بعدين الحديث المدلس. سمحتي ذي الميزانة كين تموسني كنت نحكو ثم شهود سن عمر بن الخطاب يا أخي ربي القرآن اللي تعارفوا سورة الحجرات وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم سورة الحجرات الآية 13. التعارف يسعى طبقه علماء الحديث في مجالهم مديسي ونديوي الحديث. إما له إنسان مجهول إنسان ماهوش مستور إنسان عرف سمحتي بعدم الضبط أو بعدم العدالة أو عرف بالكذب. كواسات المصطلحات كذا أكين وقي سمحتي مادام يتوسمس الكذب ولا ما ينال تيذت أسمث تسمنا الغاشي سيدي عجبا مشو تتسمن ضرع كين الله غالب يتوسم. عمر بن الخطاب في موقف يناس يون أويد وكيسنن باش نرفد في الله كاين دنيا ذاك أويد وكيسنن من بعد يبي ديون يبي ثيد يناس واقي سنين مليح. عمر بن الخطاب يخدم غرفال الميزان سمعي ذاك لطيفة بين قوسين ولكنها هادفة يناس في كيد ويثي السن يبويثيد اشو سينا يناس امشي تسنض هل رايته راكعا يناس رايته راكعا وساجدا يناس بلى هذا يفذا دوك كاين الطاعه والعبادات. من بعد يروح سين النظام يناس هل جاورته يناس كلا خاطئ يناس هل سافرت معه يناس خاطئ وسوف ضريدس. من بعد يناس هل عملته بالدينار والدرهم تجاره يذريمن وكذا ثقي بذرختي خفيفه عمر بن الخطاب ذي الميزان ثلاث اللغه الشرطي هناك الشرط الاول سلامه الراوي بالعنعنه من التدليس. للأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الشرط الأول شرط سلامة راوي الحديث بالعنعنة من التدليس. الشرط والسين ثبوت
اللقاء أو الملاقاة بين هذا الراوي وبمن روى عنه. إلى قال اللقاء يكون لازم تكون الملاقاة أخذ عنه مباشرة. فكي مثلا لو كان داير بين قوسين حتى في الحياة الاجتماعية في كل يضرو خسار ما يرفد كنوال يفنى فلاس كلش يفقد يوم بوال أي لحوم بلا ما نذوي دينان نتثور ما إلا لا نهمله خلاص لا حرج. أما إذا كان نبني عليه موقفا أو حكما أنفنفلاس ان جوجمون نغنفنفلاس موقف ذاكي لازم يكشميثي ديالنا خاطر ثاكي غاس مشطوح ذي مقارثة إذا الشميثي ديالنا أدي سورة كين يسمحي يوض الخبر باللي أخاماكي صحاب سي تي سي عدان دنان أذ يغلي إلا قد تهدم سي تي سي مدينة سي تي سي يعني كنا نزرى باللي ثاكي وقاعد يخدم ديال الدومان ذي مسناون ماشي بيبريكان يلا إش كان فنو فلاس فولاكي ديالنا ناند بلي لا قد يغلي أتوض خاميه كان كاكي أتهدض تهدو يارا أرجو إنس أول وقيت دي حكان هل هو سليم من التدليس وليس عن يوزن وليس يوزن شو ديقار وكذا في السناف شرط ويسين ما ذكشي سن يسلان مين يخدمو قرختني حضراغ زريق خدمن تيستينا كل حيوضاكي نانداد يغلي صافي لقى تعوذم تاين خلاص هديت والسلام ربع الوقت. وكذا المثال كي يسد المخيوه أنفنو في كلش في الحياة الاجتماعية في الحياة الاقتصادية الناند كذا وكذا ثلاثة سيدي فانت مسألة الحوت الغاشي فينا الأحكام بلا ما يزرع يلا لو كانت في هذا يعني ان اكزومبل كان مثال اشين يلا فينونس اسلاميك الصرافة الإسلامية في كدا وين تبغض كتبيت ديال اليوتيوب نغير سمسان كتبنا دي جوجل نغذي المواقع الناس فكت الآراء نقول أتورد الآراء أتسرضي العجب إليد كان قنا نكتب دي ضيمي وكيني ثقي ذكذب وكيني سكديبن وكيني كيف من تسثم أم الربا وكيني ربا مقنع الربا سلسناس كان فرنوس الحلال نساد الربا وإذا كيني واقي أكثر من الربا ماشي كان الربا ولو غال ولا يلحول تفضين تبغيضها أين تفغيض تفيثيد سرحاس سمحتي مديني غاولكي باش ديني علماء الحديث في مسالكي دققوا فيها أيما تدقيق خاطر يقارن الأمر أي تفنسي الشداكة يقارن الأمر يتعلق بالسنة أنرس العقل غسافري ذاكي نحكم عليه مثلا بعدم الصحة بعدم صحة الإسناد إبالك الحديثاكي الذي بلغ درجة الضعف قد يقوى بطرق أخرى أدين تقيم سيكي نعم أولا لا الشيء لا الله يبارك لذلك إلا مقارن طرق الرواية تقوي الحديث ممكن عنده طريقة وطريقان ضعيفان ولكن طرق أخرى تقويه فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره أو الحسن لذاته أو إلى درجة الصحة ذا يدخل من الشروط من بعد ابن الصلاح ذا شو دينا وكاد ابن عبد البر تابعوا معايا خاطر من ناد ما تشفهم القسم زوارو ناد مقدمة ابن الصلاح يفنى فلاس أمعنى الحافظ العراقي يقدم إضافات واستدراكات وإضافات ثقي منها ثقال دينا ثورة ابن الصلاح شو دينا إناد كاد ابن عبد البر كاد ثقي للتقريب ماشي للتحقيق كاد ماشي سيور
كاد ابن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث في ذلك. الإجماع أكيد دينا ابن الصلاح، من بعد شو دينا الحافظ العراقي. قلت لا حاجة لقوله كاد فقد ادعاه. حسم المسألة، لأنه فعلا قالوا إكسان الحق ذاكي ذا الحافظ العراقي إكسان الحق. خاطر ابن عبد البر القرطبي هو قطب مرجع كبير في المجال. أولي ساعة غزال نتسا ادعى الإجماع شي قروقي بلغ درجة الإجماع إجماع أئمة الحديث، ولكن ابن الصلاح كاد ابن عبد البر كاد أن يدعي إجماعا في ذلك، ولكن الحافظ العراقي استدرك عليه فقال قلت لا حاجة لقوله كاد فقد ادعاه. قد أداة التحقيق، وفعلا عند التحقيق أتفضل باللي ابن عبد البر ادعى الإجماع، قالوا بلغ درجة إجماع أئمة الحديث. أم بعد أن نروح اليوم للموضوع مهم جدا تحت عنوان تعارض الوصل والإرسال. الشفام في كنتني عدان نهضرت في الحديث المرسل نفكيس الحقي سيغر أخطر أطاس الأحاديث يديروا الإمام مالك ذي الموطئينس هي أحاديث مرسلة، مراسيل، أحاديث مرسلة، لأنه قال يدينا باللي في كذاكي هي أحاديث ضعيفة لا نعتمد عليها، لا نبني عليها أحكاما إلى آخره. شرحنا هذا من باب الإحالة فقط. ذا شو دينا الحافظ العراقي هذا الناظم في البيت 147 يند واحكم لوصل ثقة في الأظهار، وبعدين وقيل بل إرساله للأكثر. طيب من بعد يبيد يون الدليل استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقيدنا أي غار يوثيد خطر يقوى ذيك سواوال يقوى ذيك سوا يزل في ذيك القلام. ذا شو دينا يذكر ثيد في المتنة، يذكر ثيد في متنه يفذر ثيد مباشرة ذكر هذا الحديث لا نكاح إلا بولي، يوثيد على سبيل التمثيل لبيان التعارض الحاصل بين الوصل والإرسال في نظر المحدثين. بعض المحدثين قالوا بأن هذا الحديث نحكم بوصله، بعض الأحاديث قال كذا هذا الحديث نحكم عليه بإرساله فهو مرسل. أم بعد ذا شو إلا لانت أحكام ذكر الفقهاء المحدثون حكمان متعارضان دار العنوان اسم التعارض بين الوصل والإرسال. ذي البيت 149 بوصل لا نكاح إلا بولي، هكذا ورد البيت 149 بوصل لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كالجبل الذي أرسله ذا ذرر متمسني. الإمام مالك هو منهم. وبعدين هذا الحديث ثورة نتتبع هذا الحديث لا نكاح في قرن كل الأئمة ما أخذ من الفاتحة أدين إلى قد لو توتور الولي إلى قد يحضر، لازم هذا يحضر في كيد الدليل الحديث لا نكاح إلا بولي، لا زواج إلا بولي، إلى قد يلي الرضا وذي لي كذا كذا وذي لي لو توتور الولي بابا سنتقشيش تنغى جديس نغى عميس نغى كماس نمسفهم. صفي هذا الحديث معمول به في المجتمع الإسلامي
يلحو لا بروف ديال الشيخ كايني اندث الوالي نتمطوط اندث فافاس نتقشيشت اندث جديس اندث عميس اندث الى قد يليون. طيب المحدثون كاين اللي قالك هذا الحديث حديث نحكم عليه بالوصل، وكاين يقول لك نحكم عليه بالارسال. ادغر البيت البيت 149 بوصل لا نكاح الا بولي مباشره ذكره على سبيل التمثيل مع كون من ارسله كالجبل. وكي الحديث ايش ودينا فلاس ابن حجر نقل ابن حجر مرادض ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وصاحب كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. نقل ابن حجر عن الحاكم، الوذ الحاكم صاحب المستدرك عن الزهاء 30 صحابيا، يعني 30 الصحابة يديرون الحديث كي لفظا ذا شير بنادم. واعتبره البعض منهم الإمام المناوي إنه ماشي كان حديث صحيح، وحديث بلغ أقصى درجة الصحة، يعني حديث متواتر. الحديث المتواتر أمين دنكني ليولي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجي حديث متواتر بلغ أقصى درجة الصحة، يعني إصحى يقينا لن وجد يقرفذن سي الدرجة الحديثة لا نكاح إلا بولي صوضت إلى درجة المتواتر. فالناظم حينما ذكره مثلا على تعارض الوصل والإرسال، حينما نعمق نروح إلى كتب السنن النذي إلى قنذي أظار ذي عزار نفاذ الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه، وأخرجه الإمام البيهقي، وأخرجه الإمام الترمذي، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. ما ذكرته على سبيل المثال ما زال علماء خرجوه. معنى نقول بلي هذا الحديث هو بلغ درجة عالية، أقلها أنه صحيح وأقصاها أنه متواتر. البيت 153 وما بعده أنفذ في موضوع التدليس، تدليس الإسناد. هذه بداية درسنا القادم إن شاء الله، البداية التمليليث دون ما يحيى ربي. بارك الله فيكم. جاهم تلويث أرثي من الإسلام ربي في اللون. السلام عليكم ورحمة الله.